مشاهدي TNN الأعزاء، السلام عليكم، أهلا بكم في هذه الحلقة الخامسة والأخيرة من على باب المسؤول مع ضيفتنا السيدة محرزية العبيدي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي. نسألها في هذه الحلقة حول تاريخ الانتهاء من كتابة الدستور وحول مدى إمكانية التوافق حول النقاط الخلافية المتعلقة أيضا بالدستور. أهلا وسهلا بكم. سيدة محرزية العبيدي النائب الأول لرئيس المجلس التأسيسي، أهلا بك في هذه الحلقة الخامسة والأخيرة معك في برنامج على باب المسؤول على قناة TNN. السؤال الأول في قراءة مقارنة سيدة محرزية، لنفترض أنه يتكرر السيناريو المصري في تونس وتخرج الملايين إلى الشارع وتطالب بإسقاط المؤسسات، هل تعتقدين أن المجلس التأسيسي سيتماسك أم لا؟ أرجو أن يتماسك، وخاصة أرجو أن ما يدعوه إلى التماسك هو إنجازه، أن يكون أنجز المهمة بتاعه، لأنه ربما اللي يطلب منا شعبنا هو هذا، هو إذا وين اللي أنجزتوه. إذن اللي نتمناه هنا هو أنه هذا الإنجاز يصبح أيضا يعلم به الشارع التونسي، لأنه الحقيقة ثم كثير من الأشغال قمنا بها، من مثلا إرساء الهيئات التعديلية مثل هيئة القضاء، وإن شاء الله الهيئة متاع الانتخابات، مثل القوانين اللي تساهم في إرجاع الحقوق لأصحابها، مثل عمل لجنة اللجان الخاصة، مثل عمل لجنة الجرحى الثورة، واللي هي ماهيش تنجم تقول عليها إعلام كافي للشارع التونسي فيقول لك هالمجلس اش قاعد يعمل. احنا نأمل انه المواطن يعرف هالمجلس شنو قاعد يعمل، والمواطن يفهم انه هالمجلس حتى وان تعثر فهو يسعى حثيثا انه ينهي مهمته، كما قلت مرة ونزيد نعودها في أقرب الأجل. عبد الكريم التليلي يسأل على فيسبوك يقول: رغم ورشات الحوار المتعددة في قصر الضيافة تحت مظلة اتحاد الشغل إلى آخره ولجنة التوافقات بالتأسيسي، التشنج والتوتر هما الغالبين في المجلس التأسيسي والمشهد السياسي عامة. سؤاله: هل نتوقع نجاحا للحوار أم نتوقع أن يصبح العراك بالأيادي؟ لا، ما نتصورش، وكان جاء عراك بالأيادي راه جاء من بكري، ولكن برغم التشنجات وربما هذا يكون راجع لشخصية الناس معناتها أو ليحملهم الهم حقيقة، هم هذا الوطن. فأنا أعتقد أنه ما زالت هناك الفرصة وما زالت هناك المقدرة أن باش نوصلوا التوافقات، لا وما نجيش للعراق بالأيدي. واضح. سؤال من تويتر، ثريا تقول: سيدة محرزية، أنت تعرفين جيدا أوضاع التونسيين في ضواحي باريس. تقول: متى نشعر أن بلدنا يدافع عنا؟ بصفة عامة أوضاع التونسيين بالمهجر باختلاف أنواعهم وفئاتهم في شرق الأرض وغربها، متى يشعرون فعلا بأن هناك جهات في هذه البلاد تدافع عنهم وهم في الخارج؟ فعلا هذايا طلب أنه نحاول ديما، أنا شخصيا نذكر به الوزارة المعنية بالمهاجرين بالأساس هي كتابة الدولة للهجرة، ولكن الحكومة عموما، ولكن أيضا عموم التونسيين. راهو المهاجر مش فقط نوعا ما هكا الإنسان اللي تخلصت منه كالحمل اللي تخلصت منه ومشى للبرة ويرجع لك فقط باش تشوف شنو جاب، ولا جابش ديفيز ولا جابش مشروع. المواطن التونسي في الخارج كفاءة، وأنا بالطبع كنائبة في الخارج اللي نسعى هو أنه أول ما تصلني معلومة عن مواطن تونسي في الخارج وخاصة في المنطقة اللي أنا نمثلها، أسعى مع السلطات المعنية أنه يما يترفع عليه الظلم أو يتعان أو حتى يحاط به اجتماعيا إذا كان ما نقدروش نرفع عليه مظلمة ولكن هنا ساعات مواطنين يخلطوا بين المهام. مثلا يكلمك مواطن يقول لك أنا ما عنديش وراق وتعاوني في عمل الوراق، هذه خاصة بالدولة الفرنسوية وهذا مجال سيادة متاع الدولة الفرنسية، مش باش ندخلوا فيها. أما ما أدعو دائما إليه قنصلياتنا وسفراءنا انهم يتدخلوا للمواطنين التوانسه ويقفوا معهم، خاصه اذا مست كرامه المواطن التونسي او النضال ظلم، من جهه ما يجب هذا دورنا، وان لم نقم به فيجب ان نذكر به، وان ذكرنا به ولم نقم فيجب ان نحاسب. أكثر سؤال طرح على صفحة القناة على فيسبوك أو في الشارع اخترنا أن نعيد طرحه بأكثر دقة لو نتابع. سيدة محرزية، متى ينتهي الدستور؟ باختصار شديد.
متى ينتهي الدستور؟ الدستور تو كملنا نقاشه العام، إذا فصلا إذا ثم التزامه، ونقولها ونزيد نعاود نأكدها، إذا ثم التزام من السادة النواب داخل المجلس ومن الأحزاب السياسية خارج المجلس إنه نقاط الخلاف العشر هذه نجد لها توافقات، أعتقد من هنا بموفى سبتمبر على الأكثر يكون عندنا دستور بإذن الله. انتخابات قبل موفى سنة 2013، هل هذا ممكن أم لا؟ آمل أن يكون ممكن، ولكن إن شاء الله كي تتركز الهيئة المستقلة متاع الانتخابات تقول لنا هي هل هذا ممكن لا، لأن ثم معطيات مادية وثم أشياء معطيات تأتي هي تقول لنا عليها، ولكني آمل. نعم. السؤال الأخير لك سيدة محازية، في الحلقة الأخيرة ننقل لك وللسادة المشاهدين سؤال في شكل صرخة من صابر جبلاوي من القيروان، يقول: وقتاش نحنوا على بعضنا ونخدموا بلادنا ونحموا صغارنا ونودوا تونس جنة على الأرض؟ وقتاش إن شاء الله تو أنا كيف؟ بالنسبة لي أنا المواطن هذا هي صرخة نظن كل إنسان يحب تونس، ويجب أنه اللي يحس اللي هذا هو واجبه يبدأ يفعل في الآن ومع أقرب ناس ليه، سواء في عمل جمعياتي، سواء في عمل حزبي، سواء في عمل إنساني، سواء حتى بتصرفه يعني مواطن. فهذايا بالنسبة لي متاح لجميعنا وبكل الوسائل، ويكفي أن نحس به فنمر مباشرة للعمل. أصابع الاتهام توجه لكم كنخبة سياسية دائما، ماذا أنتم فاعلون في هذا المجال؟ نعم، في هذا المجال نحن دورنا مثلا في المجلس الوطني التأسيسي هو التسريع في التشريعات وفي القوانين اللي تسهل وتمشي مشاريع التنمية في الجهات. ثانيا هو أنه نراعيو الشفافية ونظافة اليد. ثالثا أنه نكونوا مساهمين سواء تطوعيا سواء بطرق مختلفة في يعني رفع الضيم ربما والخصاصة والاحتياج على المواطنين، خاطر احنا أولاد الشعب هذايا، واحنا أكثرنا جينا معناتها من عائلات متوسطة، من عائلات يعني تعيش اللي يعيشوه الناس توا الكل في تونس، فيجب أن لا ننسى أبدا من أين أتينا. شكرا جزيلا لك سيدة محازية العبيدي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي. كنت سعيد جدا بمحاورتك طيلة الأيام الخمسة الماضية. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على المتابعة، نلتقي قريبا بإذن الله.